من 20 سنة كان في لعيب في الأهلي اسمه فلافيو، كان بيلعب بطريقة مختلفة، واحد من أهم اللعيبة اللي جم في تاريخ النادي الأهلي، مع إن أول سنة هو كان فيها ما جابش ولا جون، والجون الوحيد اللي كان جابه كان بظهر راسه طبعا جيدة وبالصدفة. لكن مع الوقت ابتدى فلافيو يحقق إنجازات كبيرة جدا مع النادي الأهلي وعمل تاريخ معاه. بسبب ان المدرب ما كانش بيبص من زاوية واحدة ان اللاعب ده ما ينفعش يكمل علشان هو ما بيجيبش جوان. في البيزنس عشان انت تقدر تقيم مديرين الاقسام عندك والاقسام نفسها، فانت محتاج تشوف الاقسام بشكل مختلف، محتاج تشوف الاقسام مش مجرد ان هم افراد وناس بتأدي ولا ما بتأديش، لان ده تقييم ضيق للديبارتمنت. فبالتالي لما بيكون عندنا مشكله في التسويق غير مدير التسويق، لما يكون عندنا مشكله في البيع غير مدير البيع. المشكله مش في الافراد فقط. علشان تقيم اي ديبارتمنت وعشان تقيم اي شركه محتاج تبص عليها من كذا زاويه، زاويه الافراد وزاويه المكان وزاويه الزمن او الوقت. 3 زوايا محتاج ان انت تعمل لها تشيك ليست وتبص عليها وتشوفها بشكل مختلف، لانك لو شفت زاويه الوقت فانت ممكن تحط في اعتبارك الزمن والوقت بشكل مختلف وتدي مدير القسم ده فرصه اكبر لاستخدام ادوات احسن في وقت اطول، وبالتالي يندمج وبالتالي يؤدي اداء احسن واحسن واحسن. ولو انت حطيت البوزيشننج بتاع البراند بتاعك بشكل مختلف في مكانة مختلفة، فبالتالي ممكن يكون النتيجة بتاعت الأفراد اللي انت مش راضي عن أدائهم توصل لنتائج مختلفة وأرباح ومبيعات مختلفة. عشان نبص على البيزنس محتاجين ما نكونش بنقيمه من زاوية واحدة، محتاجين نشوف أكتر من زاوية، وبالتالي نقدر نقيم صح وناخد قرارنا على الأساس الصح.